اولا اللاعبين ما عندهم حتى مسؤوليه في هذه القضيه. اللاعبين كاين بعض القضايا تصرى في غرفه الملابس وفي الملعب، هذا جد عادي في كل البلدان، وخاصه في كل غرف الملابس في العالم، سواء على مستوى الانديه او على مستوى الفرق الوطنيه. عادي جدا ما بين اللاعبين، وحتى في غرفه الملابس تصرى دائما نقاشات سخونه، وبعدين لما تنتهي المباراه انتهت. نفس الشيء اللي صار ما بين بعض اللاعبين والمدرب، وبعد المباراه طبعا كله انتهى. لكن اللي صار هو انه المدرب شاف انه للاسف علاقته صعبه مع الفوج من جهه، ومن جهه اخرى احنا نطلب منه الكثير. نو سوم تريز اكزيجون سور تو لي بلان. وطبعا احنا حاولنا انه يكون استقرار مع الطاقم الفني اللي موجود من زمان. هذا ضمان الاستمرار وضمان النجاح، لانه الاستابيليتي هي اللي الاساس في التسيير. ولذلك فضل انه يستقال، وهذا طبعا ما عنده حتى مشكله بالنسبه لنا. وان شاء الله نشتغل ابتداء من غدا، اليوم عاشوراء، ابتداء من غدا على ان شاء الله توظيف مدرب جديد ليكون في المستوى واللي لديه خبرة، خاصة من ناحية الاتصال. نيجيريا عن قرب، هل المدرب الجديد ممكن يكون في نيجيريا؟ من الممكن ان شاء الله، من المحتمل. انا قلت لك باش نزيد نعيد مره ثالثه، ان شاء الله احنا نبدا نشتغل من يوم الغد على اساس ننظم العارضه التقنيه في اقرب وقت ممكن باذن الله. الاختيارات كثيره والمعايير موجوده. طبعا الفريق غالي، قلت لك الناس راهي تحب تجي ليه، ماشي احنا نروحوا نبحثوا على مدرب. ان شاء الله ربي يوفقنا في الاختيار. احنا على كل حال وضعنا لجنه باش تدرس كل الملفات، وباش ان شاء الله تقدم لنا قرار، اقتراحات لاخذ القرار مع المكتب التنفيذي تاع الاتحاد.